قعدت ساعات بعمل في الصفحة دي، بس للأسف. يلا نجرب هواية جديدة. النهاردة بالليل حبيت أعمل لنفسي فايب مختلفة شوية، واخترت معاها أكتر هواية بحبها من زمان، هواية الطفولة. بجرب هواية الجانك جورنالينج، أو بمعنى أصح القص واللزق. مش قادرة أقولكوا إحساسي كان مختلف إزاي وقتها. افتكرت وانا صغيرة كنت بحب القص واللزق جدا، وكنت بشتري باكت كده صغيرة عبارة عن مربعات ألوان ستيكر. هي ما كانتش اكتر من كده، وكنت بحب اعمل منها اشكال واقعد اقصقص والزق طول اليوم. ويمكن علشان كده الهواية دي بالذات شدتني جدا، ومن اول لحظة واول محاولة اخدت مني وقت طويل جدا. بس بصراحة كنت مبسوطة جدا، وبصراحة أنا ما كانش عندي فكرة معينة أنفذها، أنا بس اشتقت لهوايتي القديمة. وأول محاولة طبعا النتيجة ما كانتش أحسن حاجة، بس عشان كنت مبسوطة وانا بعمل ده قررت اجرب مرة تانية. تاني تجربة الحقيقة طلعت نص نص، مش احسن حاجة، ومن كتر بجد ما كنت مبسوطة تاني يوم قررت ان انا اقعد اجرب تاني. وتالت مرة بدأت افهم اكتر واظبط التفاصيل اكتر، وكمان ادخل فيها تفاصيل رسم والوان، ودي كانت النتيجة. يمكن التلاتة ما يكونوش احسن حاجة، بس في تحسن وتقدم باين جدا. والحقيقة مش كل حاجة بتظبط معانا، بس الحاجة اللي بنحبها بجد بنحاول فيها كتير وبنرجع لها تاني. قولولي انتوا ايه رأيكم؟ انهي احلى، اول محاولة ولا اخر واحدة؟ ودي كانت الهواية ال15 من 30 هواية في 30 يوم، يعني تقريبا كده وصلنا لنص التحدي. يا ترى هعرف اكمل؟ واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.